تخيل معايا كده لو انت بتاخد كرياتين او خدت كرياتين وبنيت عضلات حلوة، وبعد ما وصلت لمستوى حلو ما عدتش قادر تجيب كرياتين، هل هتخسر كل عضلاتك لو بطلت تاخد كرياتين؟ ولا ايه اللي هيحصل؟ ولا هتقدر تحافظ على عضلاتك؟ ولا جسمك بيبدأ يتعامل ازاي؟ في الفيديو ده هجاوبك على كل سؤال بيجي في دماغك بخصوص الكرياتين، وهل لو اخدت الكرياتين ايه اللي بيحصل في جسمي، ولو بطلت اخد كرياتين وانا باخد بقى لفترة جسمي هيحصل له ايه. الكرياتين هو مكمل بيستخدمه العديد من الرياضيين لانه هو افضل مكمل جه على وجه الارض، افضل مكمل غذائي ممكن تستخدمه لو انت بتروح الجيم او بتلعب اي رياضة او حتى لو ما بتتمرنش اي رياضة. مكمل الكرياتين من افضل المكملات اللي اتعمل عليها ابحاث، ملوش اي اضرار، مكمل مهم جدا جدا جدا. فتعالوا نتعرف لو انت اخدت كرياتين جسمك بيحصل له. اول ما بتاخد كرياتين خارجي جسمك بيبدأ يستخدم الكرياتين ده ويدخله العضلات ويستخدمه كمصدر سريع للطاقة. يعني انت اول ما بتاخد كرياتين خارجي جسمك بيبدأ يحتفظ بيه في العضلات علشان يبدأ يستخدمه مصدر سريع للطاقة. الكرياتين بيعزز حاجة اسمها الاي تي بي. الاي تي بي دي الجزيئات الأساسية اللي العضلات بتحتاجها لأداء التمرين بشكل مكثف، وزيادة الكرياتين داخل العضلات هتزود من الكرياتين فوسفات، وبكده الكرياتين فوسفات هيجذب الميه الى الخليه العضليه، وده طبعا بيخلي العضلات تحتفظ بكميات اكبر من الميه. وبما ان العضلات اصلا 80% منها ميه بتكون شكل العضله اكبر واقوى. الكرياتين هيزود لك الحمل التدريبي، الكرياتين هيزود لك الشده، الكرياتين هيخليك تشيل اوزان اكتر. باختصار الكرياتين هيحولك في التمرين. طب لو بطلت تاخد كرياتين، او لو انت ما عدتش او خدت فتره كرياتين وما عدتش قادر تاخد كرياتين، تعمل ايه؟ او جسمك ايه اللي هيحصل له؟ شغلانه الكرياتين في الجسم ان هو بياخد الميه ويوصلها للعضلات. لما بتاخد كرياتين خارجي بيكون الكرياتين بكميه زياده في الجسم او اللي الجسم محتاجها لما تكون انت بتتمرن، فبالتالي لما توقف كرياتين او لما توقف انك تاخد كرياتين وصول الميه للعضلات مش هيكون بشكل طبعا زي ما تكون انت بتاخد كرياتين. وطبعا لما توقف كرياتين وصول الميه للعضلات هيقل بكتير جدا، ودي من الحاجات اللي هتحسسك ان عضلاتك دبلانه، لان انت وقت ما بتكون بتاخد كرياتين بتبقى حاسس في التمرين او بتبقى حاسس في الطبيعي ان عضلاتك منفوشه شكلها حلو كبيره. لما توقف تاخد كرياتين وصول الميه للعضلات مش هيكون بالشكل الكافي او مش هيكون بالشكل اللي كنت بتاخد فيه كرياتين، فانت هتحس ان عضلاتك دبلانه شويه. تاني حاجه هتحس بيها انخفاض الطاقه. يعني مثلا لو انت كنت بتلعب مثلا بال30 كيلو شيست مثلا تجميع وبتجيب مثلا 12 عده وانت بتاخد الكرياتين مرتاح، ممكن مثلا تجيب 10 عدات بس هتكون مثلا بتجيبهم بالعافيه. تالت حاجه تقليل سرعه الاستشفاء. لما تكون بتاخد كرياتين الكرياتين بيزود من سرعه الاستشفاء العضلات. لما تبطل تاخد كرياتين هتقلل عندك سرعة الاستشفاء. بس خلاص لو انت ما انتش قادر تجيب كرياتين او حالتك المادية ما تسمحش انك تجيب كرياتين، هنا ممكن اقول لك تعمل كذا حاجة، وهنا هتحافظ على شكلك بس هتكون يعني ايه، هتحافظ 50%، ولكن مش هتخسر العضلات اللي انت بنيتها، بس هتحافظ على جهدك والبامب بتاعك في التمرين بنسبة 50%. اول حاجة لازم تبقى محافظ على النظام الغذائي بتاعك ما ينزلش او ما يتغيرش. يعني مثلا تبقى محافظ على الثلاث اربع وجبات اللي انت بتاكلهم في اليوم يكونوا وجبات صحية مبنية على هرم غذائي زي البروتين والكارب والدهون الصحية. تاني حاجة تحافظ على التمرين بتاعك، ما تحاولش ان انت تريح كتير. لما تبطل كرياتين، لو انت كنت بتاخد كرياتين وبطلت تاخد كرياتين في التمرين هتحس ان طاقتك قلت حاجة بسيطة. ما توقفش، كمل، هتيجي تبص هتلاقي طاقتك بدأت تظبط يعني زي الاول او اقل من الاول حاجة بسيطة بس. ولكن لو انت ما بطلتش تمرين وانتظمت على الاكل صحي، ما وقفتش اكلك الصحي، هتحافظ على عضلاتك وهتحافظ على 50% من الطاقة اللي انت كنت بتاخدها اثناء ما كنت بتاخد الكرياتين. وده كان اكتر سؤال بيجي في بال الناس، لو انا اخدت كرياتين شهر وبطلت كرياتين
هل هخسر كل عضلاتي ولا هفضل محافظ على العضلات اللي انا عملتها؟ لا، انت هتكون محافظ على العضلات اللي انت عملتها، مش هتخسر اي عضلات. بس انت هيكون عندك بس حاجة خفيفة، ان انت هتكون حسيت بباور حلو في التمرين وانت بتاخد كرياتين. بعد ما توقف كرياتين هتحس ان انت بقيت دبلان حاجة خفيفة، هتحس ان انت ما عدتش قادر تتمرن بالجهد اللي انت كنت بتتمرن بيه، ولكن مش هتخسر اي عضلات من اللي انت عملتها، بس بشرط انك تكون ملتزم على النظام الغذائي بتاعك، ما تضيعش منه اي حاجة، وتكون ملتزم على شرب المية باعتدال، وتكون ملتزم انك تكمل تمرينك، وتحاول على قد ما تقدر انك تستمر حتى لو الطاقة بتاعتك نزلت شوية. بس كده يا جماعة، ودي كانت حلقة النهاردة. انا عزو، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، عشان كل يوم هنزل لكم فيديو وهنتكلم هنا في القناة عن حاجات كتيرة تخص كل حاجة في الرياضة وتخص كل حاجة في الجيم.